يا ترى إيه الأغنية اللي تسببت في بكاء مستمر لسعاد حسني؟ الأغنية اللي بسببها راحت سعاد حسني لصلاح جاهين الفجر وعيطت له وقالت على نفسها أكبر مغفلة. منى قطان زوجة الكاتب صلاح جاهين بتحكي في كتابها صورة شخصية لزوجة شاعر إن سعاد حسني كلمتها في يوم الساعة 5 العصر وطلبت منها إنها تقابل صلاح جاهين الساعة 3 الفجر، وكان باين عليها إنها حزينة جدا. وفعلا الساعة 4:30 الفجر وصلت سعاد لبيت صلاح جاهين وفضلت 10 دقايق كاملين ساكتة، وده قبل ما تنهار في العياط بشكل مفاجئ. قالت لصلاح جاهين إنها عايزة كلمات أغنية تواجه بيها كل اللي استغلوها ووجعوها، خصوصا القريبين منها. كانت عايزة أغنية تعبر عن تجربتها الحقيقية، ومن هنا جت كلمات أغنية بانو بانو، واللي سجلتها كذا مرة. بيقال إنها وصلت ل6 مرات تسجيل، بسبب إن هي كل ما كانت بتحاول تسجل الأغنية دي كانت بتدخل في نوبة بكاء هستيرية. واعتبرت الأغنية دي إنها ارتبطت بتجربة شخصية بتخص سعاد حسني، وده لأنها كانت صرخة حقيقية أطلقتها سعاد حسني في فيلم شفيقة ومتولي، واللي كتبها صلاح جاهين ولحنها كمال الطويل. واتذاعت الأغنية لأول مرة سنة 1978. بيقال برضو إن السندريلا قبل ما تطلب من صلاح جاهين الطلب ده كانت اكتشفت خيانة زوجها علي بدرخان، وإنه على علاقة ببنت تانية، وإن ده جرحها جرح كبير جدا خلاها شايفة نفسها أكبر مغفلة في الدنيا. فحبت توصل رسالة لست عانت وتعبت من إحساس الخيانة. العلاقة بين صلاح جاهين وسعاد حسني كانت بتتجاوز مرحلة التعاون الفني، هي كانت علاقة روحية أبوية، وكان صلاح جاهين بمثابة الأب الروحي والمعلم للسندريلا. جاهين كان هو المستشار الفني والشخصي لسعاد حسني، كان بيوجهها دايما في اختيار أدوارها، ودايما بيقدر يتقل موهبتها الفنية والثقافية، فقدر يقدم لنا سعاد بكذا شكل مختلف. فمن ناحية كانت بتقدر تقدم ألم، ومن ناحية تانية كانت بتبقى بنوتة صغيرة مليئة بالحيوية والبهجة. ومن أشهر أعمالهم اللي تعاونوا فيها مع بعض كان فيلم خلي بالك من زوزو، واللي يعتبر علامة من كلاسيكيات السينما المصرية، وعملنا لكم عنه فيديو تقدروا ترجعوا له. والعمل الدرامي الشهير هو وهي، واللي اشتركت في بطولته مع الفنان الكبير أحمد زكي، وبرضه عملنا لكم عنه فيديو تقدروا ترجعوا له. أما عن فيلم المتوحشة فصلاح جاهين قدر يشارك في إنتاجه وكتابة السيناريو والحوار بتاعه، وكمان كان موجود في كل كواليسه علشان يدعم سعاد. أما عن فيلم شفيقة ومتولي فهو قدم الحوار والأغاني اللي موجودة فيه، لدرجة إن سعاد حسني دخلت في اكتئاب حاد بعد رحيل صلاح جاهين على طول لما مات سنة 1986، وفضلت عازلة نفسها في أوضتها لمدة كبيرة جدا، لدرجة إن هي توقفت عن كل الأعمال الفنية. كانت أول حاجة عملتها أول ما خرجت من العزلة دي هي إنها تسجل القصايد بتاعة صلاح جاهين بصوتها. ربنا يرحمهم هما الاتنين، كانوا فعلا ثنائي أبدعوا في السينما المصرية، وقدروا يمتعوا أجيال كاملة بأعمالهم الجميلة. اكتبوا لنا في الكومنتات، هل كنتوا تعرفوا الأغنية اللي بسببها سعاد حسني كانت بتقول على نفسها إنها مغفلة؟ وهل كنتوا تعرفوا إن علاقة صلاح جاهين بسعاد حسني قريبة كده للدرجة دي؟ واكتبوا لنا حابين تعرفوا إيه أكتر عن حياة السندريلا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة علشان يوصل لكم كل أسرار السندريلا أول بأول.